السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصطفى عمر وحلقة جديدة من حلقات ركن الأنفيلد في بداية الموسم الحالي للدوري الإنجليزي وبداية موسم ليفربول. هنبتدي نتكلم يا صديقي عن كل اللي حصل في مباراة ليفربول وبورنموث، وهنتكلم عن إيجابيات وسلبيات المباراة، وهنتكلم بكل تأكيد عن الصفقات المنتظرة بالنسبة لليفربول، وعن إذا كان في لاعبين سيرحلون عن النادي، وكمان هنتكلم عن المباراة القادمة اللي هتكون ما بين ليفربول ونيوكاسل، اللي هتكون مباراة قوية لأبعد الحدود. اتمنى يا صديقي ان انت تتابع معايا الحلقه للاخر، واتمنى كمان ان انت تدعمني باللايك الجميل بتاعك وتعمل اشتراك للقناه، وتستنانا كل يوم اثنين وخميس في حلقه ركن الانفيلد. في البدايه يا صديقي لو هنتكلم عن مباراه ليفربول وبورنموث، فالمباراه كانت من البدايه كان متوقع فوز ليفربول، لان طبعا بعد التدعيمات الكبيره اللي عملها الفريق في خلال موسم الانتقالات الحالي، واستقطاب فيرتس افضل لاعب في المانيا، واستقطاب المهاجم الفذ اكيتيكي المهاجم الواعد، جانب طبعا تغيير كبير في خط الدفاع وبقدوم كيركز وفريمبونج. وكان من الطبيعي في بداية المباراة ان يكون التشكيل يضم كل اللاعبين المستقطبين حديثا للفريق. فكانت التشكيلة عبارة عن أليسون في حراسة المرمى، وفريمبونج وكيركز كأظهرة، في قلوب الدفاع فان دايك وكوناتي. اما بالنسبه لخط الوسط فشهد غياب جرافنبرخ، وتكون من ثنائيه ماك أليستر وسوبوزلاي في خط الوسط الدفاعي، اما فيرتس فكان في خط الوسط الهجومي. وتكون الخط الهجومي من الثلاثي صلاح وايكيتيكي وجاكبو. وهنا مع التشكيل واللي يبدو ان هو قوي و100% يدخل اي مباراه ويستطيع حصد الثلاث نقاط منها، ولكن كان في ثغره بسيطه في التشكيله دي، وهي عدم مشاركه جرافنبرخ. لان احنا من الواضح بعد ما شفنا المباراة كلها امبارح اكتشفنا ان في مشكلة في خط وسط النادي، وعلى مدار المباراة كان بيبقى فيه شوارع في خط الوسط والدفاع، لان بكل بساطة الاظهرة بتوعك هجوميين لاقصى حد، وكان لازم يكون واحد زي جرافنبرخ موجود في ثنائية خط الوسط الدفاعي علشان يقدر يأمن تقدم الاظهرة. وبالرغم من ان ماك أليستر بطل كاس العالم وسوبوزلاي اللي قدم بري سيزون ولا اروع، ولكن ثنائيتهم مع بعض ما كانتش افضل حاجه بالنسبه للفريق، وشفنا مشاكل وكوارث حصلت في منظومه خط الوسط والدفاع، وكان سببها عدم قدره ماك أليستر وسوبوزلاي على التحكم في المساحات في ارض الملعب. ولكن كانت البدايه مبشره بهدف من ايكيتيكي في نهايه الشوط الاول، وصناعته هدف لجاكبو في بدايه الشوط الثاني. كان المفروض انه يكون الهدفين دول كفيلين ان تنتهي المباراة بالشكل ده، او على الاقل بهدف تاني لليفربول والخروج بشباك نظيفة. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ويعود سيماينو لاعب خط الوسط الفذ بالنسبة لبورنموث، وبيقدر انه يسجل هدفين ثنائية ولا اروع في شباك ليفربول عن طريق اخطاء دفاعية واخطاء من خط الوسط. وهنا برضو انت ممكن تتكلم عن نقطة تانية بالنسبة لليفربول، وهي التغييرات. خروج فريمبونج في دقيقة 59 ونزول اندو علشان يكون الباك اليمين مكانه، في ظل ان انت عندك لعيبه بره على الدكه كان ممكن يكونوا افضل في مركز الباك اليمين. وده اللي حصل بعد كده لما انت نزلت جوميز وخليته الباك اليمين ورجعت اندو لمركزه في خط الوسط، فاتظبط شكل الفريق وقدرت ان انت تتحكم في الكوره. ولكن كان بعد فوات الاوان، بعد ما سجل بورنموث هدفين، وكان على وشك انهاء المباراه بالتعادل الايجابي 2-2 في اول مباريات الدوري الانجليزي. ولكن على الدقيقه 82 بعد دخول كييزا، اللي مش هنقدر نقول ان هو حرك الملعب بشكل اكبر، ولكن تواجده في الدقيقه 88 في مكان حساس بعد الكره اللي ارتدت من الدفاع عن طريق تسديد جاكبو اللي كان عاملها له اسيست صلاح، قدر كييزا انه يسجل الهدف الثالث وهدف الفوز اللي فرق عن بورنموث. واصبح ليفربول مطالب انه يكتل دفاعات علشان يقدر يخرج من المباراه بالثلاث نقط. ولكن هيهات ضد الملك المصري محمد صلاح، اللي قدر ان هو يسجل الهدف الرابع وينهي كل امال بورنموث في التعادل، لما راح على كرة ميتة مفيش اي لاعب ممكن يضيع وقته او يضيع مجهوده وان هو يتحرك على كرة زي دي. ولكن محمد صلاح قدر انه يتحرك عليها وقدر انه يستثمرها بذكاء، وكان هدف هو الاروع في بداية الدوري الانجليزي بقدمه الضعيفة في وسط 4 لاعبين من لاعبي بورنموث. اي نعم كان جاله المدد من لاعبي ليفربول، ولكن كان قرار الملك المصري بالتسديد لانه يستحق انه يسجل هدف رائع بالشكل ده.
بالنسبه لليفربول كمجمل، المباراه كانت قويه وكانت كويسه بالنسبه للفريق. هي فيها بعض الاخطاء من النواحي الدفاعيه وكمان في خط الوسط، ولكن ده يوصلك لمشكله كبيره وازليه في ليفربول، اللي هي ان انت في خلال الثلاث او 4 سنين اللي فاتوا عندك مشكله واضحه في خط الوسط. يمكن الصدفه خدمتك الموسم اللي فات ان هي ظهرت لك لاعب بجوده جرافنبرغ وادى معاك موسم بشكل رائع، ولكن كان المفروض ان انت تبقى عامل حسابك في تدعيماتك في الموسم ده ان يكون عندك لاعب خط وسط يمكن كمان لازم يكون افضل من جرافنبرغ علشان يكون معاه ثنائيه كبيره. ولكن احنا كليفربول او اداره، طبعا انا اتكلمت في الموضوع ده كتير وشكرت في اداره ليفربول لان هي قدرت ان هي تستقطب لاعبين كبار، وقدرت كمان ان هي تسوق اللاعبين اللي عندها، وباعت عدد من اللاعبين بمبلغ لا باس به، واصبح صافي الصرف خلال الموسم الحالي ما يتعداش ال 100 مليون، بالرغم ان انت جبت عدد كبير من اللعيبه بفلوس كتير وصفقات غاليه كمان. يعني الفريق بشكل عام كان بيلعب كرة كويسه وكان فيه استحواذ على بورنموث، ووصل الاستحواذ في اوجات في المباراه ل 80%، ولكن الاستحواذ العام في المباراه تعدى ال 61%. وطبعا من ايجابيات الموضوع ان انت طلعت بالثلاث نقاط، ولكن في سلبيات في المباراه احنا اتكلمنا عن عدد منها، وهي التغييرات بتاعه سلوت وكمان التشكيل من البدايه، ولكن كان في سلبيات ظهرت في المباراه نفسها. ده طبعا غير مشكله خط الوسط اللي كان سببها غياب جرافنبرغ، ولكن انت لو خدت بالك كنت هتلاقي ان فيرتس ما كانش موجود في الملعب في الماتش ده. تحس ان هو لسه ما جاش من المانيا. فين اللاعب اللي كان بيتقال عليه ان هو اذكى لاعب في المانيا وافضل لاعب في مركزه؟ طبعا انا مش بحكم عليه من اول مباراه، ولكن انا كنت متوقع انه يكون منفجر في المباراه دي بالتحديد، لان دي كانت البدايه. زي ما شفنا اكيتيكي عمل ايه، سجل هدف وصنع هدف وظهر انه مهاجم واعد. كان المفروض ان فيرتس يظهر بالشكل ده، ولكن فيرتس غاب عن المباراه بشكل عام. خد بالك فيرتس يا صديقي في المباراه دي خد تقييم كثاني اسوأ تقييم في المباراه بعد اليسون. واليسون ده بقى هو كان المشكله الثالثه او السلبيه الثالثه في المباراه، لان اليسون لو في مجمل المباراه هو ما جاش عليه ضغط كبير وما جاش عليه لعب كتير في اثناء المباراه، ولكن مجمل كده يا صديقي اليسون اتشات عليه 3 تسديدات، تصدى الواحده وكانت ضعيفه اصلا من بره منطقه الجزاء، والاثنين دخلوا في هدف من سيمايلو. فاليسون ما كانش في وعيه في الماتش ده، وما كانش قادر ان هو يحسسنا بقوته اللي احنا متعودين عليها. فين اليسون بتاع ماتش باريس سان جيرمان يعني؟ اما لو هنتكلم يا صديقي عن الصفقات المقدر ليها التعاقد مع فريق ليفربول، فهنلاقي ان الصفقتين الحاليين اللي على الساحه اللي واضحين جدا ان هم خلاص على اعتاب الفريق، وهم مارك جويهي من كريستال بالاس وكمان ايزاك من نيوكاسل. بالنسبه لمارك جويهي فهو لعب المباراه القويه اللي كانت ضد ليفربول في كاس الدرع الخيريه، وقدر انه يحصل على بطوله مع فريقه كريستال بالاس، وبالتالي بدأ الاهتمام يزيد من ليفربول باللاعب، لان خلاص كانوا هم محترمين ان هم هيلعبوا ضد بعض نهائي بطولة او بطولة الدرع الخيرية، فكان من الصعب ان هم يخطفوا اهم مدافع بالنسبة لكريستال بالاس قبل المباراة القوية دي. وده كان موقف يحترم من ادارة ليفربول اللي صبروا لغاية بعد انتهاء المباراة علشان يتم التفاوض بشكل اسرع لجلب اللاعب لصفوف الفريق. وبالفعل يا صديقي تم التواصل ما بين اداره الفريقين، وتم الاتفاق شبه رسمي على مبلغ 45 مليون يورو كقيمه انتقال مارك جويهي الى ليفربول. ولكن يا صديقي الصفقه ممكن تحصل امتى؟ فانا اتوقع ان هي ممكن تحصل خلال الاسبوع القادم، لان كان من الواضح ان مارك جويهي هيشارك في مباراه كريستال بالاس ضد تشيلسي في الجوله الاولى. يمكن الحلقه دي بتتصور قبل المباراه بساعه بس، ولكن انا اعتقد ويمكن متاكد ان مارك جويهي هيلعب المباراه ضد تشيلسي، واعتقد بعد كده هيكون صعب مشاركته مع كريستال بالاس لان هيكون على اعتاب الانتقال لليفربول. اما بالنسبه للصفقه الثانيه واللي عليها لغط كبير الفتره اللي فاتت وفيها مشاكل كتيره قوي بسبب ان اللاعب ابدى رغبته واظهر اهتمامه الكبير بالانتقال لليفربول، وهو ايزاك عامل مشاكل كبيره قوي في نيوكاسل لدرجه ان هو ما بينزلش التمرينات، والمعروف عنه ان هو بيتمرن لوحده، مش حابب ان هو يكون متواجد في نيوكاسل. بعد كده نيوكاسل بتعند في انتقال اللاعب ومصممه على مبلغ يتراوح ما بين 130 ل 150 مليون يورو. ليفربول عندها المقدره ان هي تدفع الرقم ده، ولكن لما تبص لها يا صديقي تحس ان ليفربول بعد استقطاب اكيتيكي ما بقاش مهتم بايزاك زي ما كان مهتم بيه قبل التعاقد مع اكيتيكي.
وده خلاك انت كمشاهد لما بتتفرج على الفريق تحس انه بالفعل انا مش لازمني ايزاك دلوقتي، لان انا عندي مهاجم اصغر، مهاجم واعد اكتر. يعني ايزاك لما كان في نفس السن ما كانش بالروعه اللي بيعملها ايكيتيكي دي، ما كانش بالجوده اللي بيعملها ايكيتيكي. فانت دلوقتي عندك النسخه الاصغر من ايزاك مع قابليه التطور بشكل اكبر، يعني في خلال موسم او اتنين هيكون افضل من ايزاك. وده يخليك تفكر تاني، هل انا لو استقطبت ايزاك النهارده ولعب هو وايكيتيكي في نفس المباراه، هل هتشوف التفوق من الاثنين ولا هيبقى في مشاكل ما بين الاثنين؟ انا بالنسبه لي شايف حاليا في الوضع الحالي ان ايزاك ما يصلحش لليفربول في الوقت الحالي بعد ايكيتيكي. اي نعم انت عندك صلاح في بدايه من 1/9 هينضم للمنتخب القومي بالنسبه للتوقف الدولي، ولكن في بعد كده في غياب لصلاح هيكون بسبب افريقيا، وانت محتاج لكل اللاعبين. ولكن ايزاك انا ما ينفعش ان انا بالوضع الحالي ادفع فيه الرقم المطلوب بالنسبه لنيوكاسل. يعني لو ما كنتش تعاقدت مع ايكيتيكي كان ممكن تدفع فيه 150 مليون عادي، ولكن انت جبت ايكيتيكي باكتر من 95 مليون يورو، واللاعب كويس جو، واللاعب يعني يقدر يشيل الفريق لوحده، بجانب طبعا انت عندك صلاح وفيرتس وعندك اسماء تقيله جو في الفريق. فانت مش مضطر لايزاك، ولو عايز تشتري ايزاك مش المفروض ان انت تدفع فيه اكتر من 100 مليون يورو، هيبقى سعره زي سعر ايكيتيكي يعني بالتقريب. وده هيوصلك لنقطة معينة لازم نتكلم فيها باستفاضة، وهي مباراة ليفربول ونيوكاسل القادمة على ملعب نيوكاسل. المباراة اللي هتكون قوية بشكل غير عادي، لأنها هتكون ما بين نيوكاسل الفريق اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، اللي بيعند في صفقة انتقال إيزاك ورافض انتقاله ليفربول، مش بس بالتحديد ولكن رافض انتقاله من الأساس. وليفربول طبعا تحس ان هو ميل دماغ الواد ومصمم ياخد اللاعب، واتكلم كتير معاه واتفق معاه على كل حاجه، واللاعب ما عليهوش غير كلمه واحده، ما ليفربول يا بابا، ليفربول يا بابا. فهو كده كده هيروح ليفربول. بس الفكره كلها في ان جماهير نيوكاسل طبعا بتسخن وبتدي حجم في اللعيبه. انت شفت جوردن بعد ماتش استون فيلا، وبالمناسبه نيوكاسل ما عملتش ماتش كويس ضد استون فيلا في بدايه الموسم، وعملت ماتش سيء وخرجوا بالتعادل 0-0، ولكن كان ممكن يفوزوا لان استون فيلا كان مستواهم سيء. ولكن لو بصيت على ماتش نيوكاسل واستون فيلا كنت هتلاقي ان الهجوم بتاع نيوكاسل في الشلاحات، يعني هم ما فهمش حاليا غير جوردن، ومش يعني تحس ان هو ايه برضو مش احسن حاجه. ولكن هو نفسه جوردن ده اللي كان ممكن يروح ليفربول من في خلال السنتين اللي فاتوا، اعتقد ان هو هيفشخ ليفربول الماتش اللي قادم. والنيوكاسل عموما هيبقى عندها حافز ان هي تكسب ليفربول في ارضها، لان الجماهير مش هتسكت، الجماهير ممكن تاكل لعيبه نيوكاسل لو حتى على الاقل دخل فيهم هدف واحد. فاعتقد المباراه هتكون صعبه على ليفربول، ولكن اتمنى طبعا فوز الفريق، واتمنى يكون فوز كاسح بالنسبه لليفربول على نيوكاسل علشان نقفل الموضوع ده تماما. وممكن بعد المباراه دي لو انتهت بفوز كبير لليفربول، اعتقد ان صفقه انتقال ايزاك هتكون وشيكه بشكل قريب. اتمنى يا صديقي يكون عجبك المحتوى، واتمنى ان انت تدعمني بلايك واشتراك في القناة. يا ريت لو انت متفق مع كلامي تكتب لي تعليق بالشكل ده، ولو انت مختلف معايا يا ريت برضه تكتب لي تعليق وتقول لي انت مختلف معايا في ايه علشان نطور من نفسنا اكتر واكتر. واستنوني يوم الخميس القادم ان شاء الله الساعة 4 العصر في حلقة ركن الانفيلد الثانية خلال الاسبوع الحالي. سلام يا صديقي.